مساء الخير. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الاون بيج فاكتورز، او ايه اهم التابس والتراكس اللي محتاجه تراعيها في الاون بيج اس اي او على الموقع بتاعك عشان تحسن من البرفورمانس بتاعه. ولو ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات ارجع اتفرج عليه عشان تفهم الفيديو ده. زي ما شبهنا في الفيديو اللي فات ان الويب سايت بتاعي عباره عن شقه ومحتاج اوضب الشقه بتاعتي، فوضبتها عن طريق الاون بيج فاكتورز. تعالى بقى نفتح باب الشقه بتاعتنا ونبتدي ننادي على الضيوف او نبدا ننادي على العملاء بتوعنا. عشان كده هنبدا نتكلم مع بعض على الاوف بيج اس اي او. طبعا احنا عندنا كونسبت مهم قوي لازم تفهمه. الكونسبت بيقول ان انا عشان اقدر اشتغل اوف بيج طبيعي واساسي لازم اكون شغال اون بيج، فما ينفعش ابدا انادي على الضيوف بتوعي وهم داخلين على شقه مش متشطبه. فانا اشتغلت اون بيج زي الفل، يلا بينا بقى نبدا نشتغل ترافيك على الويب سايت بتاعنا. عشان كده ركز معايا في الاوف بيج فاكتورز، او ايه اهم التابس والتراكس اللي محتاج تراعيها في جزئيه الاوف بيج اس اي او. الاوف بيج اس اي او بالبلدي عامل زي فكره البوك او المايك. انا هبدا انادي على العملاء بتوعي عشان يدخلوا على الموقع. طيب بنادي عليهم ازاي؟ عن طريق اكتر من ميثود. تعال ناخد منهم 3. واحد، السوشيال ميديا كامبين. انا دلوقتي هعمل كامبين على فيسبوك عشان ادرايف العميل على الويب سايت بتاعي، فانا من خلاله بحقق ترافيك. هعمل كامبين على انستجرام عشان احقق منه زيارات على الويب سايت. اعمل كامبين على يوتيوب، اعمل كامبين على لينكد ان. فده تول اسمها سوشيال ميديا كامبين، ودي تول من اهم التولز اللي انا بعتمد عليها في الاوف بيج. طب ايه تاني؟ جوجل ادز، من اقوى الادوات اللي انا ممكن ابتدي اركز عليها في جزئيه الاوف بيج اس اي او، لانها من اقوى الادوات اللي جوجل بيقدرها وجوجل بيحس ان الترافيك بتاعها الكواليتي بتاعته عاليه جدا. وده رقم 2. رقم 3 بقى وتول او فاكتور من اهم الفاكتورز اللي عندنا، وهي الباك لينكس. والباك لينكس ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا ازاي اخلي مواقع تانية تتكلم عني، ازاي اخلي جوجل لما يبدا يسال عني مواقع المواقع دي تقول له ان الويب سايت ده تراستد. طب يعني ايه الكلام ده؟ انا محتاج ادخل جوه ويب سايت ريليتد بالكونتنت بتاعي، ريليتد بالتارجت اودينس بتاعي، وابدا اتواجد عليه. ابدا اتواجد عليه ازاي؟ عن طريق ان انا انزل ارتكل عنده، عن طريق ان انا اعمل اعلان عنده، عن طريق ان انا احط اللينك الويب سايت بتاعي عنده. فبكده انا عملت عليه باك لينك. طيب هل الباك لينك ان انا ادخل اسجل في الموقع واحط اللينك بتاعي وخلاص؟ لا طبعا، انا عندي 5 انواع من الباك لينكس. عندي منهم نوع اسمه سوشيال سيجنالز، وان انا بعمل لينكينج او ترابط ما بين السوشيال ميديا والويب سايت بتاعي. عندي نوع اسمه جيست بوست، وجيست بوست هو عباره عن ان انا باجر مساحه اعلانيه في ويب سايت معين وابدا احط اعلاني عليه. رقم 3 عندي نوع اسمه ويب سايت دايركتوري، وهو ان انا بسجل في مواقع وبدخل احط الموقع بتاعي عنده، زي مثلا يلو بيجز، زي مواقع الاندكسنج او مواقع الفهرسه. ده رقم 3. رقم 4 عندي حاجه اسمها بلوج كومنتس. لو دخلت مثلا على بلوج او دخلت على مدونه معينه مكتوب فيها مقالات، ممكن ااد الويب سايت بتاعي في الكومنتس عندهم. ورقم 5 وهي الفورم ارتكلز، او المقالات اللي بدخلها او اللي بعملها او اللي بكتبها داخل منتدى معين. يعني بكل بساطه دخلت سجلت في منتدى معين ليه علاقه طبعا بالفيلد بتاعي، وابتدي احط الارتكل بتاعتي او ابتدي اسجل الارتكل بتاعتي بلينك الويب سايت في الاخر. وبكده انا بشتغل على 5 انواع من الباك لينك. طيب هل الباك لينكس ليه شروط؟ هل الباك لينكس ليه عوامل معينه بشتغل عليها؟ هل انا بشتغل على اي مواقع وخلاص؟ ده اللي احنا ان شاء الله هنعرفه الفيديو اللي جاي. بس اوعى تنسى، انا مصطفى خلف، ودي سلسله فيديوهات ماركتنج في ال50.